السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا يا رب كلكم بخير. أي حد بس يطمني على الصوت، عشان الناس ده الموضوع ده في ناس كتيرة جدًا لسه مش فاهماه. أعتقد الصوت تمام صح؟ إمم. عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير يا رب. إمم. صوت، صوت الصورة. إمم. كله تمام؟ أول حد بس ييجي يا شباب يطمني على الصوت والصورة. إمم. مِيَّة، مِيَّة. طيب زي الفل. بصوا يا شباب، الموضوع ده ناس كتيرة جدًا بتفتكرنا أو بجد بتبقى فاهمة إن إحنا بنقول شعارات. عشان تبقى أنت فاهم إزاي حد بيشتمك، حد بيشتمك بيهاجمك يخلّيك تعمل فلوس أكتر، ركّز معايا في التفاصيل. تمام؟ كل حاجة يعني الأمور مش ليست كما تبدو تمامًا. تمام؟ أول حاجة لازم تبقى أنت فاهمها. تمام؟ أنا دايمًا باطلع أقول أو دايمًا الناس اللي متابعاني دايمًا هتلاقيني دايمًا باقول والله يا جماعة والله الكلام السلبي الناس اللي بتهاجم الbusiness ده هم أكتر ناس بيعملوا لنا فلوس بجد. تمام؟ هافهّمك الآلية إزاي ده بيتم. تمام؟ الموضوع بمنتهى البساطة. الشخص ده بيدخل يبتدي يهاجم. تمام؟ سواء بقى الشخص ده بيهاجم عن علم أو بيهبد، ما ليش علاقة. المهم إن دخل حد جديد شاف الcomment أو شاف التعليق بتاعه مثلًا إن هو ضد الbusiness أو بيهاجم الbusiness. طبعًا كل واحد على حسب طبعًا تربيته وعلى حسب أخلاقه والكلام ده كله. تمام؟ فهذا الرجل اللي هاجم الbusiness جذب بات وتغيير تمام؟ بدل ما كنت هاتعب مع ال20 دول، هاتعب مع 4، 5. واصلة؟ فهو فضّى لي الطريق إن أنا أعرف أساعد أكبر عدد من الناس إن هو ينجح، وأركّز مع اللي مركّز فقط. تمام؟ لإن أي حد صدّقني أي حد بيمشي ورا كلام حد لا يعرفه ولا فاهم إيه مصلحته، لإن ده business. ده أنت بتتكلم فاهم، يعني مش كفاية إن الشخص اللي تكون بتسمع له يكون حد عزيز عليك. واصل لك؟ لإن كل الناس ما فيش حد بيقول ما بيعرفش صح؟ كل الناس بتهبط. تمام؟ وطبعًا دي مشكلة بتقابل ناس كتيرة جدًا إن هو سمع عن فكرة الbusiness من شهر، من 3 شهور، من سنة. صدّقني كانت مشكلة كبيرة جدًا. لأن حياتك كلها مرتبطة بكلمة من حد هو مش فاهم أساسًا المجال ده عبارة عن إيه. واصلة؟ فده مهم جدًا. لازم تبقى أنت فاهم إن أي شخص ودني يعني إيه؟ مش يعني حد بيمشي بكلام الناس، بيسمع جدًا لكلام الناس. واصل لك؟ الراجل ده عمره مش بس مش بينجح في أي لأ، ما بينجحش في حياته عمومًا. واصل لك؟ لأن نفس الشخص ده هو اللي النهارده برأي بكره برأي تاني بناءً على كلام الناس. واصل لك؟ عشان كده في الbusiness بتاعنا وفي أي مجال تاني في الدنيا، أي شخص بيهاجم. عشان كده الشركات الكبيرة بتتهاجم. مين بيتهاجم أكتر؟ محمد صلاح والّا لعيب صغير بيلعب في نادي صغير؟ محمد صلاح طبعًا. ليه؟ لأن كل ما نجاحك ما بيزيد، كل ما العيون عليك بتزيد، كل ما شغلك عاجب ناس ومش عاجب ناس. وده طبيعي. ده متعارف عليه في كل المجالات. تمام؟ فلازم تبقى أنت فاهم إن أنت قبل ما تدخل شطارتك أنت في إن أنت تفهم الناس دي بجد فعلًا عندها business والّا لأ، الناس دي بجد عندها فرصة والّا لأ، الناس دي فعلًا بجد قدرت تساعد ناس غيري والّا لأ. هل أنا أول واحد يبدأ الbusiness ده وينجح فيه، والّا أنا أول حد هيجرّبه؟ كل دي حاجات هتفهمك أو هتساعدك إنك تاخد القرار الصح. لكن لا حد هيقنعك ولا حد هيساعدك إنك تاخد القرار إلا أنت. ربنا معاك يا رب.